الشعب المصري شعب موحد. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. ولذلك لما وجدوا دين يدعو إلى التوحيد اللي هم أصلا بيحبوه اعتنقوه. إخواننا لا يمكن يكون بكفر القائلين إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وعزيز ابن الله والمسيح ابن الله، ده يعمم على أهل الكتاب ولا يعمم على قائليه؟ دي بقى أخطر رأي. ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يبقى اللي يقول هذه الجملة هذا النص تقف عنده ولا تعممه؟ طب هو ما قالش كده، هو قال باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هل هذه الجملة التي استمعتم إليها هي حرفيا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل هي بحرفها هي إن الله ثالث ثلاثة؟ التزم بالحرفية القرآنية، لا تتوسع. لو توسعت فيها ما انت هتضم ناس كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور سعد الهلالي زي ما حضراتكم سمعتوا بنفسكم كده بيحاول أن يوجد للآخرين المبرر في عقيدتهم، بيحاول أنه يدخل الآخرين في التوحيد رغم أنوفهم. فبيقول وبكل صراحة إن قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لا تنطبق إلا على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. فاللي يقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين ده مش داخل في الآية. وبيقول برضو إن قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما ينطبقش إلا على اللي بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة. أي حد تاني ما يدخلش فيها. حلو الكلام. أنت متأكد يا دكتور سعد إنك هتفضل على رأيك ده؟ أنا أشك صراحة. عموما تعالى يا فندم نشوف هم بيقولوا الله هو المسيح ابن مريم ولا لا. اتفضل معايا. عندما تفوه هذا الرجل بهذه الكلمة لا يعلم ما يؤمن به المسيحيون. نحن نؤمن أن المسيح هو رب وإله. المسيح ليس رب، هو رب الأرباب. المسيح ليس هو ملك، هو ملك الملوك. فكلمة السيد المسيح لا تعنينا من قريب أو من بعيد، لكن يعنينا أن المسيح إلهنا الذي قبل السجود. ربما تلاحظون في عظاتي لا أقول السيد المسيح لكن أقول المسيح إلهنا. ايه رايك يا دكتور سعد؟ بيقولوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الشعب المصري شعب موحد. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. حتى المسيحيين في مصر علشان يخرجوا من أزمة التثليث دايما يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. التوحيد بيسري في دماء المصريين. ولذلك لما وجدوا دين يدعو إلى التوحيد اللي هم أصلا بيحبوه اعتنقوه. إخواننا لا يمكن يكون